أهلا بكم أعزائي ومتابعي المشاهدين. شاهد بالتفاصيل مها مدبولي تفجر مفاجآت جديدة عن مرض شيرين عبد الوهاب. كشفت الناقدة الفنية مها مدبولي كواليس جديدة حول الحالة الصحية للفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك خلال لقائها ببرنامج كشف حساب الذي تقدمه الإعلامية إنجي هشام على شاشة قناة هي. وأكدت مها مدبولي أن الفنان أحمد سعد هو الشخص الوحيد الذي وقف بجانب شيرين خلال أزمتها الأخيرة، مشيرة لأنه تدخل بشكل حاسم واصطحبها إلى المستشفى لتلقي العلاج، قائلا أن هذا الموقف يحسب له إنسانيا الوحيد واللي بقوله لك على مسؤوليتي. اللي وقف مع شيرين في هذه الفترة ووداها المستشفى هو أحمد سعد، هو اللي أخذ موقف وجه خطفها من بيتها ووداها المستشفى، وربنا يكتب له ده في ميزان حسناته. مش زينة ولا أخت زينة ولا غيرهم، كل دول رسائل قلبي معاكي وخلاص. وأوضحت أن شيرين تتلقى العلاج حاليا داخل مصر نافية ما تردد بشأن سفرها إلى سويسرا، مؤكدة أنها تحسنت بشكل ملحوظ ولكنها لم تصل بعد إلى مرحلة التعافي الكامل، معربة عن أملها في عودتها قريبا لجمهورها. كما علقت مدبولي على تصريحاتها السابقة بشأن مدير أعمال شيرين الذي أعلنت عنه أنه حارس عقار، موضحة أن الفنانة كانت تمر بحالة صحية ونفسية صعبة أثرت على قراراتها، وما دفعها الوصفها في ذلك الوقت بأنها موهبة كبيرة دون إدارة واعية، مؤكدة أن شيرين تمر حاليا بحالة من التناقض في قراراتها، وهو ما يجعل من الصعب الحكم عليها بشكل قاطع. برنامج كشف حساب تقدمه الإعلامية إنجي هشام يعرض على شاشة هي من الأحد إلى الأربعاء في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل، وتستضيف من خلاله عددا من نجوم الفن والذين يكشفون العديد من الحكايات الخاصة لأول مرة. من فضلك لا تنسى الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس على وضع الكل، وعمل لايك ليصلك دائما وأبدا كل جديد من القناة. شكرا لكم.